العلبة اللي انتوا شايفينها دي بتتباع بره بالشيء الفلاني. طب ليه نشتريها بالغالي؟ طب ما احنا نعملها في البيت ومش هتكلفنا حاجة. ولادي فعلا بيشتروا العلبة من بره، انا اتفاجأت بسعرها وطعمها ما عجبنيش، ومحلات مشهورة جدا بتبيعها. طب ليه يا ستي؟ ما احنا بنعمل كل حاجة في البيت. ده انا بربع كيلو كنافة ومانجتين مليت البيت خير زي ما انتوا شايفين كده. العلبة الواحدة تكفي 3 افراد. وممكن مش بالمانجا بس، ممكن تعملها بالموز، ممكن تعملها بالفراولة. ايه المتاح عندك اشتغلي بيه. فاحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل احلى كنافة بالمانجا بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ شايفين شكل الطبقات؟ شكلها بس يفتح النفس. يلا نبدأ الفيديو مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا ستي دي كنافة كانت عندي في الفريزر. قومي كده دوري هاتيلي عندك كيس كده مرمي كده، هاتيه واشتغلي زي هالة. الكيس طلعته وبالسكينة او ممكن بايدك افركيه كده، فانا اخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا كده خلصت الكمية بتاعتي ورجعت لكم تاني اهو. كان عندي كده حبة طازة بباب التلاجة، هنقصهم بالمقص مش مشكلة، هحمرهم مع الايه، مع الكنافة اللي كانت في الفريزر. عن صدق لو قمت دورت في الفريزر هتلاقوا كنافة. قومي اشتغلي يلا واعملي معايا. بعد ما جهزت الكنافة بتاعتي كده هنجيب معلقة سكر كبيرة وربع كوباية سمنة. معلقة سكر بودر كده مليانة وربع كوباية سمنة، ممكن سمنة وزيت، زيت بس أهم حاجة يكون نوع كويس ملوش ريحة، لأن دي حلويات بتبقى حساسة جدا جدا. هقلبهم كده كويس. في طريقتين للتحمير. في طريقة تاخدوا الصينية تفرديهم في الصينية كده على الرف الوسطاني وشغلي الفرن من تحت، وكل شوية طلعي الصينية قلبيها كده لغاية ما الكنافة تحمر وتدخليها تاني الفرن. وفي طريقة تاني معلقتين كده وعلى عين البوتيجاز وخلي النار وسط وقلبي لغاية ما تحمر معاكي. والطريقة اللي تعجبك اشتغلي بيها. انا حمرتها ورجعت لكم تاني. تعالوا بقى نعمل ايه بقى. احنا كده جهزنا الكنافه، اركني الكنافه على جنب دلوقتي وتعالي شوفي العلب اللي هنشتغل فيها. انا بصراحه صممت اجيب نفس العلب اللي ولادي بيشتروها من بره. انت ممكن يا ست لو عندك فخارات كده، الاطباق الفخار البولات دي اشتغلي فيها. اطباق من البيت اعملي يا ست مش مشكله. البولات اللي عندك اشتغلي فيها، بولات اي حاجه ازاز فخار اللي عندك اشتغلي فيه. في كل علبه كده حطيت شويه كنافه، حوالي ربع العلبه. العلبه المدوره دي انا كان عندي رز بلبن، ما هلا لازم تحط التاتش بتاعها. حطيت معلقتين كبار رز كده. الرز مش اساسي في الوصفه على فكره. وهجيب حبه كنافه كده، بس ما اقولكمش على العلبه دي وطعمها بقى. وحطيت حبه كنافه ايه على الوش. وخلاص ايه بايدك كده ايه، ووزعي الكنافه كويس قوي كده زي ما انا عملت. انا كده جهزت العلب بتاعتي. قاعد ايه يا هاله بقى تاني؟ دي الكنافه اللي اتبقت معايا بحطها في كيس وارميها في الفريزر، يا اما بحتاجها بعمل تاني منها. تعالوا بقى ايه الوصفه دي. انا بستخدم فيها منجتين، واحده بعملها كده في الخلاط مع ربع كوبايه ميه بس من غير سكر على فكره. وبس ايه العلب بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ما انتوا في الاخر السكر هيتجمع. السكر بتاع الوصفه دي قليل وطعمها حلو، مش هندخل سكر كتير في جسمنا. السكر بتاعها معقول، هيتجمع كله وهيديكي طعم حلو في الاخر. انا بعد ما حطيت المنجايه على ال3 علب كده بوزعهم بالمعلقه. قاعد ايه يا هلا، يا ريت ما حطيتش اللايك تحط لي اللايك عشان الفيديوهات توصل لكم بكل سهوله. قاعد بقى الكراميل اللي انا عملته برضو 3 معالق سكر على النار. اول ما خدوا لون الكراميل اديتهم كوبايه ميه، المج بتاع الشاي كده، ميه من الحنفيه. بعد ما دوبتهم في بعض كده وسابوا، عملت معلقه نشا بربع كوبايه ميه وزقتهم وقلبتهم، وكيس فانيليا. دي الكراميل يا ستي اللي انا حطيته ايه على المانجا. ودي ايه بقى؟ ده الكريم شانتيه خام يا ستي، انا عملت معاكم كذا مره على القناه. ده على فكره 8 كيلو عامل 37 جنيه. انا ما خدتوش كله، حشت منه معلقتين وعملت الباقيين دول بكوبايه ميه ساقعه، مش لازم لبن كمان. بالمضرب كده اعمليه مضرب يدوي، في الخلاط، في الكبه، بمضرب كهرباء اللي عندك اشتغلي بيه. هوزعهم عشوائي كده، مش لازم قرطاس ولا حاجه، ممكن بمعلقه. انا كده وزعتهم. انا كده اللي اتبقى معايا هكمل ايه العلب بتاعتي باي طريقه عشوائيه كده ايه، وحطي فوق العلب.
طيب قاعد ايه بقى يا هلا بعد ما حطينا الكنافه وحطينا الكراميل وحطينا المانجا وحطينا الكريمه؟ الفستق الكداب موجود عندك على القناه، مش بقولك في رمضان هينفعك؟ وروح هاتي لك ربع كيلو كنافه كده واعمليه فستق كداب، هينفعك جدا جدا في الوصفات. نزلت بشويه فستق، ما انا لازم بقى اقنع بولادي واحسسهم ان انا عامله احلى من حاجه بره كمان. دي جبت بقى المانجايه التانيه عاملاها مكعبات حطيتها على الوش. ايه اللي انا تعبت فيه يا جماعه؟ ما خدتش معايا وقت على فكره. جهزي الحاجات دي قبلها بيوم، جهزي المانجا وجهزي الكنافه وجهزي الكريمه، وتعالي كده ايه كده بعد الفطار زي هاله كده ركبيهم على بعض في العلب. ادينا يا ستي عملنا وصفه زي الفل. والكريم شانتيه حطيت فيه معلقه السكر بس. انا كده السكر مظبوط جدا. انت هتستخدم السكر اللي في الفاكهه على كام معلقه اللي حطيناهم، هتلقي السكر معقول جدا. وما اقولكمش على طعم الوصفه دي يا جماعه. في اسهل من كده يا جماعه؟ ادينا وزعنا ايه المانجايه التانية. وعايزه اقول لكم حاجه، المانجا دي اللي انا مفرزاها معاكم السنه اللي فاتت، شايفين لونها كانها لسه طازه. طب لو ما عندناش مانجا يا هلا اعملها بموز يا ستي، اعملها بفراوله يا ستي، اعملها بشويه كراميل بس، لا لازم لا موز ولا فراوله. يا جماعه الحاجات دي مش هنقول ده كتاب انزل كده لازم كل حاجه نعملها بالظبط، لا. انت بتقري مع نفسك. مش لازم على فكره، كل الخامات دي كانت عندي في البيت، انا ما اتكلفتش حاجه من بره الا حبه ايه الكريمه والكنافه عندي، وانا متاكده الكنافه عندكم مرميه في الفريزر. يا ست طلعيها واشتغلي بيها، اعملي فرحي ولادك وفرحي جوزك واملي البيت خير. اديكم شايفين العلبه بسم الله ما شاء الله، 3 افراد هياكلوا منها. ايه رايكم بقى؟ وحطيت شويه كراميل على الوش كده، ودينا عملنا الكنافه بالمانجا اللي عامله انقلاب، اللي خاربه بيوتنا. العلبه بيجيبوها بالشيء الفلاني ليه يعني؟ ليه يعني اجيبها غاليه؟ وكل حاجه بقيت غاليه بره، والخامات بقيت رديئه، وانت مش ضامنه نظافه الحاجه. ده انت ببيتك بتغسلي ايدك ومعلقتك كل شويه وتغسلي الاطباق وبتبقي شاكه برضه في النظافه. ليه يا ستي؟ اعملي ببيتك ووفري واملي بيتك خير. اديكم شايفين الجمال والحلاوه. وانا اسفه ان انا اتكلمت معاكم كتير في الفيديو ده، بس هرايكم في الجمال والحلاوه بقى. استاهل اللايك ولا ما استاهلش اللايك؟ شايفين وليمه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. تعالوا نفتح علبه كده ونشوف اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المعلقه وهي بقى، شايفين المنظر، شايفين الكنافه غرقانه في المانجا، شايفين بركان المانجا. ما اقولكمش المعلقه دي وهي نازله بقى ايه من بقك على كده بتنعش القلب، عن صدق القلب بيرقص كده وانا باكلها. شايفين الجمال يا جماعه؟ في جمال اكتر من كده؟ في حلاوه اكتر من كده؟ ولا شغلنا فرن ولا تعبنا نفسنا. وهقفل العلب وهو شيلها في التلاجة. كل كام يوم كل يوم طلعي علبة، الأسرة هتاكل من علبة واحدة، هتكفيكي بتاع أسبوع العلب اللي انتوا شايفينها دي، بدل ما بنشتري العلبة الواحدة بالشيء الفلاني. فما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وعلى فكرة الكنافة دي كل ما بتقعد في التلاجة طعمها بيبقى أحلى. وبالهنا والشفا.